ازاي زادت فلوسي في فترة غلاء الأسعار؟ بفضل مفهوم اسم الله المسعر. لما جت تزيد الأسعار قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم سعر لنا، يعني خلينا بقى الأسعار ما تبقاش غالية، وحدها. فقال لهم لا، مرضيش يعمل كده، وقال إن الله هو المسعر، هو اللي بيسعر. وكمل لهم المفهوم، قال لهم القابض يضيقها، الباسط يوسعها، الرزاق في كل الحالات هو الرزاق. طب لو هو الرزاق هتعامل معاه ازاي؟ هبصله ازاي؟ طب مش هو عالم بحالي واعلم بحالي مني؟ ده انا معيش فلوس. ايوه، مين اللي ما جابلكش الفلوس؟ انت زعلان ليه؟ مش واثق في ربنا ليه؟ ما هي يمكن لو جات الفلوس وجبت الحاجة دي تبقى شر ليك، تبقى سبب تعمل حادثة، تبقى سبب تروح النار، تبقى سبب في كبر. الناس بيبقى معاها ومش مبسوطة عشان في كبر او ايا كان الاسباب. مين اللي بيسعر؟ ربنا اللي بيسعر، هو يحط السعر ده. عايز يخليه رخيص على حد يرزقه فلوس كتير قوي فتبقى رخيصة عليه، عايزها يضيقها على حد يخليله فلوسه هي والحاجة غليت. اللي بيرضى ربنا بيرضيه، اللي ما بيشيلش هم ربنا بيرضيه، اللي بيثق في اختيار ربنا ليه ربنا بيرضيه. وكل ما اتعامل مع ربنا بطريقة يا رب شوف هي متعقدة ازاي، انا واثق فيك قوي يا رب انك هتطلعني منها، وقاعد ومربع وبتفرج عجائب قدرتك على حل المشكلة، مش قاعد وقلقان وخايف ومقهور ومتضايق طول الوقت. دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. فاللي عايز يفهم ان ما ينفعش حد يحدد الاسعار، انه يسيبها على ربنا ويعتبر ان السعر ده اللي بيحددهوله ربنا. الاسلام جاء ليخرجنا من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. انا ما بعبدش اسعار، ما بعبدش بلد، مش هي اللي بتتحكم فيا، ربي هو اللي بيتحكم فيا. اللي عايز فلوسه تزيد يشوف ان ربنا اللي بيتحكم في الاسعار. لا، وبقية الحديث كمان بيبين حاجة مهمة قوي. بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ واني لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. يا نهار ابيض! يعني لو انا سعرت طلبت ان الاسعار ابقى دي مظلمة، لان اللي بيعدل الميزان هو ربنا، القائم بالقسط هو ربنا. مش من اسماء الله العدل، من اسماء الله القائم بالقسط، حتى المقسط لا. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي ابن مثلا عايش في بلد باليورو، ولد تاني عايش ببلد عادي بلدنا، هدي ده يورو وهدي ده جنيه، ابقى انا كده قائمة بالقسط. لكن لو اديت ده جنيه وده جنيه انا عدلت، لكن ما اقسطتش. ما حدش يعرف يعدلها ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم غير ربنا. يعليها على ده ويدي ده اكتر، فده ينفع يشتريها وده لأ. القائم بالقسط هو ربنا. اللي بيشوف الاسم ده بترتاح نفسه، بيعيش بنفس مطمئنة، ما بيبصش لحد، ما بيطالبش بان الاسعار تتحدد.
ما بيظلمش حد. تقول لواحد ايه ده، طب ما ده الدولار غيري عليه، طب ما هو ايه، هو ما بياخدش حاجة. طب يا عم ما هو بيدفع بنزين. والله صحيح فعلا. طيب ما من الاول ارتاح واطمن، لا يظلم مثقال ذرة. لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. مش شايف بركة يبقى ما فيش ايمان ولا تقوى. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو مش جايلي رزق في المشكلة دي من حيث لا احتسب، يبقى ما فيش ايمان وتقوى. ما تبقاش المشكلة مشكلة اسعار، تبقى مشكلة ايمان وتقوى. نعبد ربنا صح ونتقي ونؤمن، يرزقنا من حيث لا نحتسب. يوسف لما اخواته استغربوا ازاي حصل له كل ده، بقى عزيز مصر ازاي، قال لهم انه من يتقي واصبر، من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني الأزمة دي فرصة عمري، أطلع منها متقين، أطلع منها من الصابرين، أطلع منها من المحسنين، اللي هم الثلاثة اللي ربنا قالهم عنهم في القرآن إنه بيحبوهم. يبقى نطلع منها زايدة إيمان وزايدة فلوس، فتبقى الأزمة دي مصلحة ليا لو أنا شغلت مخي شوية مع ربنا، لو أنا هديت كده وصبرت. ما هو المسلم بيتعلم 30 يوم يصبر على الأكل. طب ما عشان نحس بالفقير، طب ما الفقير بيصوم ليه؟ لا مش عشان كده خالص. احنا بنصوم 30 يوم عشان نتعود على قوة الإرادة، عشان نتعود ان احنا بنتحكم في تصرفاتنا، عشان نتعود ان احنا ممكن نستغنى عن الأكل. الإرادة بتقوى بالمنع، فنطلع من الأزمة أحسن من الأول. أطلع من الأزمة معايا فلوس أكتر. فربنا يا رب دايما يورينا الحق، دايما نعيش بنفس مطمئنة، دايما إياك نعبد وإياك نستعين. محدش هيعرف يعمل ده إلا بإعانة ربنا ليه، مش بالشكوى، مش بأف، مش طايق نفسه، بإياك نعبد وإياك نستعين. ونفتكر دايما إن النبي يوسف طلع منها أغنى من الأول، من البير والسجن وكل ده، عشان إنه من يتقي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. دي الحكمة من السورة كلها. حطوها في كل حتة، في الموبايل، على التلاجة، في أي حتة، المهم تتحط في قلوبنا وتصرفاتنا.